في ليلة من الليالي بدأ الطفل الصغير إدوارد يحكي عن مرض شديد جاله قبل كده وتسبب في وفاته وهو في عربية الإسعاف قبل ما يوصل للمستشفى. وهنا بس بدأ الأب والأم يخافوا من كلام إدوارد وبدأوا ياخدوا حكايته على محمل الجد. لو عاوز تعرف الحكاية خليك معايا واسمع الحدوتة دي. قصتنا النهاردة بدأت أحداثها في هافانا عاصمة كوبا، لما الطفل إدوارد وهو لسه عنده 3 سنين بدأ يحكي من خياله عن إخواته مرسيدس وجين وعن والدته اللي شعرها أسود وبشرتها بيضة. الأب والأم اللي كانت بشرتهم سمرة كانوا بياخدوا حكايته بضحك وبيقولوا إن ابنهم خياله واسع وبيعرف يألف حياة تانية ليه وممكن يكون مؤلف روايات كويس في المستقبل. لكن الموضوع ما كانش شوية كلام وأحداث بسيطة وخلاص. لمدة 3 سنين إدوارد كان بيحكي عن حياة كاملة، بيحكي عن أصحابه وبيوصفهم بدقة، وبيحكي عن أماكن عمره ما شافها قبل كده، وبيحكي عن أحداث مترابطة جدا، لدرجة إن في ليلة من الليالي كان في دكتور صديق لوالده بيزورهم في البيت. قعد سمع حكاياته واستغرب جدا وبدأ يسأله أكتر وأكتر. وبدأ إدوارد يحكي عن والدته التانية وقال إنها كانت بتصنع قبعات وإنها كانت بتطلب منه يروح يشتري أدوية من صيدلية قريبة، لكن هو كان بيحب المشاوير البعيدة عشان يركب العجلة بتاعته. وبدأ يقول كمان إنه فاكر لما جاله مرض شديد وكانوا هينقلوه المستشفى بعربية الإسعاف، لكن للأسف المرض كان أسرع منهم ومات وهو في العربية. ولما الدكتور سأله عن اسمه وقت لما مات، إدوارد جاوبه وقال له إنه اسمه بانشو سيسو. وراح الدكتور سأله عن اسم المدينة اللي كان عايش فيها وقتها، وإدوارد جاوبه وقال له كان عايش في مدينة اسمها نيو فيتاس. وبعد أيام قليلة جهز الأب والأم وإدوارد والدكتور رحلة لمدينة نيو فيتاس اللي كانت في كوبا برضه عشان يتأكدوا من كلام إدوارد. وطبعا لما وصلوا هناك وبدأ إدوارد يحكي لهم ذكرى عن كل حاجة هناك، وبدأ يوصف لهم الطريق للبيت اللي كان عايش فيه، وفضلوا ماشيين معاه لحد ما وصلوا صيدلية. راح شاور عليها وقال لهم إنه كان بيجيب منها علاج لمامته. الموضوع كان غريب ومرعب جدا عليهم كلهم. ولما وصلوا للبيت اللي إدوارد كان عايش فيه قبل كده، للأسف ما كانش فيه حد ساعتها، فرجعوا كلهم على هافانا تاني. لكن الدكتور ما سكتش، فضوله العلمي رفض الراحة، راح للجامعات والمهتمين بأبحاث ما وراء الطبيعة وبدأ يشكل فريق. جزء منهم قعد مع إدوارد وسجل حكاياته وذكرياته، وجزء تاني راح نيو فيتاس وسأل عن البيت اللي إدوارد عاش فيه في خياله قبل كده. وهنا كانت المفاجأة، ردت عليهم سيدة بشعر أسود وبشرة بيضة وقالت لهم إنه كان عندها ولد وتوفى من 4 سنين في عربية الإسعاف قبل ما يوصل للمستشفى، وإن اسمه كان بانشو سيسو. وبكده اتأكد العلماء إن الموضوع جد وإن إدوارد مش بيألف أحداث من دماغه. ولما شرحوا الموقف لوالدة سيسو المتوفي واللي كان اسمها إمبارو، استغربت وخافت جدا، لكنها في الآخر وافقت إنها تساعدهم في البحث بتاعهم. ونرجع تاني للفريق اللي مع إدوارد. مليون حكاية وحكاية قعد يحكيها إدوارد للعلماء عن سيسو وتفاصيل كتير جدا عن كل أفراد الأسرة. حكى كتير عن أمه إمبارو وعن أبوه بييرو اللي كان بيشتغل في مكتب البريد وإزاي كان بيروح شغله بالعجلة الزرقاء. حكى عن خط السكة الحديد اللي بيعدي ورا البيت. حكى عن الكلب اللي كان عندهم وإزاي مات عند خط السكة الحديد. حكى عن الرحلات والسفريات اللي كانت الأسرة بتعملها وقتها. وطبعا تم عرض كل الحكايات دي على إمبارو للمراجعة. انهارت إمبارو في نوبة عياط شديدة لما افتكرت كل الأحداث دي، وطبعا أكدتها كلها عشان تزيد حيرة العلماء ودهشتهم أكتر وأكتر. وهنا بدأ الجزء الثاني من البحث والدراسة. نظم العلماء لقاء مفاجئ مع إمبارو من غير ما إدوارد يعرف. كان ماشي مع والدته في الطريق وإمبارو كانت واقفة عند محل وبتبص على المعروضات والعلماء بيراقبوا من بعيد. وفجأة وقف إدوارد وشاور على إمبارو وقال هي دي ماما. إمبارو ما قدرتش تستحمل تسمع كلمة ماما تاني من طفل في الشارع، فجريت من المكان وهرب. ومامة إدوارد هي كمان حضنت إدوارد وفضلت تعيط. الموقف كان شديد فعلا على أعصابه. وفي تجربة تانية كانوا بيخلوا إدوارد في وسط زحمة كبيرة ويظهر فيها قرايب سيسو المتوفي، وكان إدوارد بيتعرف عليهم كلهم، وكمان كان بيقول أسماء الدلع اللي سيسو كان دايما بيقولها له. الموضوع كان محير جدا للعلماء، لكن كل اللي قدروا يتوصلوا ليه في النهاية
إن ده نوع من أنواع تواصل الأرواح أو تناسخ الأرواح، تم فيه نقل ذكريات الطفل المتوفي بانشو سيسو إلى الطفل إدوارد. وإنت يا سيدي الفاضل، لو عندك طفل بيحكي كتير عن أحداث ما يعرفهاش وأماكن ما راحهاش، ركز جدا معاه، يمكن يكون الموضوع أكبر بكتير من اللي في خيالك.